هاي هاي، تعالوا نعمل النهاردة طريقة تحفة لتدميس الفول. علمك ازاي تعملي فول مدمس في البيت بس بطريقة وهمية ويبقى زبدة كده وانت بتاكليه. هاجي هنا معايا الفول تنقعيه من بالليل، هحط عليه طبعا مية وانقعه. عندك قدرة حطي في القدر، بس انا عشان بعمل نص كيلو كامل او اوقات بعمل كيلو فالقدرة بتاعتي صغيرة. هنا بقى تاني يوم شايفين الحبة تضاعفت ازاي وكبرت وبقت بيضة، يعني لما بيتنقع قبلها بيوم بيبقى حلو جدا. حطيته بقى على النار وحطيت عليه معلقة عدس ومعلقة رز غسلاهم ومصفياهم، ونص طماطمايه او طماطمايه سوري مشقوقة نصين، وقرن فلفل وفص توم وعصير ليمونة، وهسيب الليمونة معاه، ومعلقة صغيرة زعفران دي اللي بتديله اللون الاصفر الجميل. هقلبه تقلبتين وهسيبه لحد ما يغلي. اول ما يغلي خلاص يغلي على البوتاجاز، تحطيه على السخان. ما عندكيش سخان حطيه على نار هاديه خالص على البوتاجاز وحطي الشياطه من تحتيه كده. هنا لما انا نقلته على السخان بتاع الفول سيبيه بقى يعني من 5 ل6 ساعات، سيبيه خالص وما تفتحيش عليه عشان ما يسودش. هاجي بقى هنا خلطة حلوة جدا وجربيها ومش هتندمي. معلقتين نشا ومعلقة كاري ومعلقة بابريكا، دوبتهم في شوية مية، دوبيهم حلو جدا، وقبل ما تطفي على الفول بربع ساعة تحطيهم على الفول. بص تحسي ان اللون بتاع الفول اتغير. ونص ليمونة مع الكلام ده، نص ليمونة. هقلبه تقليبة وهسيبه نص ساعة تاني وبعد كده هقفل عليه. ده بيعمل ايه بقى؟ بيخلي المية بتاعت الفول تقيلة، يعني حتى لو انت بعد كده حطيتيه في علبة وحفظتيه في الفريزر او في التلاجة بتلاقي مية الفول تقلت زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. اهو شايفين كده؟ خلاص بقى انا هطفي عليه وهغرفه بقى. شايفين زبدة فعلا بمعنى الكلمة، وريحته تحفة. فص الثوم مع الطماطم مع العدس مع الرز مع الفلفل، حاجة جميلة جدا. عايزة تزودي بصلاية حطي، بس انا بعمله بطريقتي دي. ههرسه بقى كده شوية وهدلعه بحبة طحينة، شوية زيت، شوية ليمون، ملح وفلفل وكمون. عايزة بقى تعملي ببيض، عايزة تعملي بفص توم وطماطماية اللي هو فول بطماطم، اعمليه باللي يريحك. حبة كده ورغيف مقمر، يا سلام. وكلي بقى واستمزي، وبألف هنا وشفا. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. باي باي.